مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطير الفطاطري. 4 كوبايات دقيق، اللهم بارك، هيدونا كمية حلوة جدا جدا من الفطير. طبعا كلنا عارفين ان فطير الفطاطري غالي جدا، يعتبر مش رخيص. احنا 4 كوبايات دقيق وحبة مية هنعمل احلى فطير زي ما انتوا شايفين. بجد طعمه تحفة جدا. طبعا مش هنشتري بقى سمنة ولا اي حاجة، احنا طبعا عاملين زبدة في البيت، وطبعا عملتها معاكم كذا مرة. هنعمل بيها الفطير القمر اللي انتوا شايفينه. شايفين قد ايه شكله جميل، وبجد طعمه تحفة جدا ومورق وجميل جدا جدا. بدل ما نجيبه بالغالي نعمله في البيت بأقل التكلفة. قبل ما ابدأ الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، بشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، جزاكم الله خير يا رب. يلا بينا بقى كده علشان نسمي الله ونشوف الفطير القمر ده عملناه ازاي. حبة دقيق ومية بس وملح، هنعمله احلى فطير زي ما انتوا شايفين. شايفين اللهم بارك شكله عامل ازاي؟ بجد تحفة جدا، اللهم بارك ما شاء الله. وطري كده وجميل بجد. كتري اللبن والسكر وهتاكلي احلى فطير. يلا نقول بسم الله ونشوف مكوناتنا البسيطة السهلة. معايا بولة فيها 4 كوبايات من الدقيق، يكونوا طبعا منخولين كويس جدا. وبعد كده هحط عليهم معلقتين من السكر، وهنزل برشة من الملح. هي دي مقاديرنا البسيطة، بجد مقادير بسيطة جدا جدا، وبجد هتديكي نتيجة تحفة جدا ما شاء الله. هنا نزلنا برشة من الملح. هقلب بقى المواد الجافة كده. ويلا بينا بقى مية من الفلتر. انا مش هعمل مية طبعا سخنة ولا اي حاجة، لان في من بعض الناس بتحط له مية دافية. انا هجيب مية من الفلتر عادية جدا وهنزل عليها. ونزلت هنا باول كوباية كده من المية. طبعا احنا مش هينفع ان احنا نكتر المية، احنا هنمشي بالمية كده حبة حبة. وهنا بقى هنلم بقى العجينة زي ما انتوا شايفين. هي طبعا طريقة الفطير سهلة جدا جدا ما شاء الله. يعني حبة دقيق ومية عملوا لنا احلى فطير زي ما انتوا شفتوا معايا في البداية. وهنا طبعا معايا كوباية مية تانية. انا هنزل بقى بحبة حبة كده منها لحد بقى ما الاقي العجينة اللهم بارك كده اتلمت معايا وبقت طرية وجميلة زي ما انتوا شايفين. باخد حبة حبة. 4 كوبايات من الدقيق اخدوا معايا بالظبط كوبايتين مية بس الصغيرة مش الكبيرة. هنا بعد ما لميت بقى العجينة بالمنظر ده، خدتها كده على الرخامة. طبعا من 7 ل10 دقايق كده هفضل اعجن فيها زي ما انتوا شايفين معايا. انا هنا بقى كده خلاص خلصت العجينه. هاخد بعضي بقى كده وهسيبها ترتاح نص ساعه على الاقل، يعني نص ساعه. طبعا الفطير كل ما هنريحه كل ما هيكون احسن، هو ما بيخمرش بس لازم نريحه. وهنا بعد ما ريحت العجينه اللهم بارك جميله جدا جدا. يلا بينا هنا بقى عشان نقول بسم الله كده ونشوف ان شاء الله باذن الله هنعمل الفطير القمر السهل البسيط ده ازاي. طبعا ولا فرد ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجه، ان شاء الله هنعمله النهارده بطريقه حلوه جدا جدا. يلا هنا كده نقطع بقى كده ايه العجينة زي ما انتوا شايفين. والله طريقته سهلة جدا جدا. يعني عايزة اقولك اي بنوتة كده جميلة كده بتحب المطبخ ينفع ان هي تدخل وتعمل الفطير القمر ده، لان هو طريقته بسيطة جدا وسهلة ما شاء الله. بدل ما نجيبه من بره، طبعا كل حاجة الحمد لله يعني الله المستعان. الاسعار بره بتبقى عاملة ازاي بجد، يعني الواحد الحمد لله هيقول ايه الحمد لله رب العالمين. يعني عشان تجيبي بس فطيرة كده من الفطيرة ديت، والله يعني بتهيالي كده هتعدي ال35 40 جنيه. وعلى ايه؟ طب ما احنا نعمله كده في البيت بحبة دقيق ومية. يعني احنا يعتبر خدنا يعني نقوله ايه نص كيلو دقيق عملنا بيه كمية اللهم بارك ما شاء الله جميلة جدا زي ما انتوا شفتوا معايا في البداية. نجيبوا الحاجة ونعملوها في البيت افضل لنا واحسن لنا، ونضافة وجودة عالية، وبجد بيكون طعمه حلو جدا. هنا بعد ما قطعت العجينة كده زي ما انتوا شايفين، هنا بقى كده هسيبها ترتاح برضو كده في حدود 10 دقايق او ربع ساعة. وبعد كده نسحب اول واحدة كده من العجينة. ويلا بينا بقى نشوفوا هنا هنعمله ايه. طبعا كنت انا بقى سيحت هنا السمنه طبعا او الزبده اللي عندك اعملي بيه. انا هنا بقى سيحت الزبده اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده. عملنا الزبده الصفرا في البيت وكانت جميله جدا جدا اللهم بارك. هنا طبعا حطينا كده شويه من الزيت. لو انتوا حطيتوا سمنه الفطيره هتتقطع معاكم، حطوا حبه من الزيت يكون افضل واحسن، علشان طبعا العجينه ما تتقطعش منكم. زي ما انتوا شايفين احنا بنفرد كده بالراحه، مفيش بقى لا مجهود ولا تعب بقى ولا كلام من ده. بصوا ما شاء الله الزبده دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، انا طبعا طلعت كده جزء منها من الفريزر وسبته طبعا يفك شويه كده على الرخامه. وما شاء الله اللهم بارك طلعت جميله جدا جدا ما شاء الله. شايفين كده بتتفرد معانا بمنتهى السهوله. هنا بقى هنقطعها كده زي ما انتوا شايفين.
طريقة بسيطة وسهلة، وبجد النتيجة تحفة جدا. هيطلع معاكي الفطير مورق وبجد جميل جدا جدا. وهنا بعد ما قطعت الفطيرة بالمنظر ده هسحب بقى الجزء ده كده على الجزء التاني، بس اهم حاجة ان انا احطه بسوا، ما يكونش فيه كلكعة ولا حاجة، علشان الفطيرة هتطلع معانا مش حلوة من جوه. اهم حاجة ان احنا نفرد زي ما انتوا شايفين، يعني اكيد الصورة تكون واضحة اكتر كمان ما انا هقول. ما شاء الله طريقة سهلة وبسيطة، وما شاء الله جميل جدا جدا. طبعا احنا واحنا شغالين كده هنقول درجة الحرارة، واهم حاجة درجة الحرارة هتطلع معانا الفطير مستوي حلو جدا، وفي نفس الوقت ولا هيطلع ني ولا اي حاجة، هيطلع معانا احلى فطير باذن الله. انا طبعا هنا مولعة الفرن على درجة حرارة 280. اول طبعا ما هحط الفطيرة مفيش 5 دقايق وهرجع بقى اوطيها ل 200، يعني هقلل درجة الحرارة ل 200. وبعد كده ان شاء الله اول ما نلاقي الفطيره ما شاء الله اللهم بارك جابت لون من تحت كده، وما شاء الله ارتفعت كده من فوق، هنولع الشوايه مفيش ثواني وهتطلع الفطيره. اول ما بيطلع الفطير لو انت عندك بخاخه رشي رشه ميه صغيره وغطي الفطير على طول علشان يطلع بقى طري كده معاكي، وهيطلع معاكي بجد جميل جدا جدا. خلصنا اول واحده كده من الفطيره، هنحطها بقى كده في الصينيه كده او في الصاج، وهنسيبه بقى كده لما يهدى كمان 10 دقايق او ربع ساعه. بعد كده هنجيب اول واحده كده زي ما انتوا شايفين، ويلا نشتغل فيها على طول. طبعا معانا الصينيه اللي احنا هنعمل فيها هيكون فيها ماده دهنيه، علشان طبعا الفطير ما ينفعش يتحط كده من غير ايدين كلنا عارفين. هنا بعد بقى ما خدت كده اول قطعه من العجينه او الفطيره فردتها بالمنظر دوت، وهحط برده زبده جواها تاني. كل ما احط زبده كل ما هتطلع معايا الفطيره مرقه وحلوه جدا زي ما انتوا شايفين. هطبقها كده زي المنديل وهلمها الكوره تاني بالمنظر ده، وهجيب بقى كده الصينيه اللي انا هعمل فيها واحط الفطيره وهسيبها بقى لما ترتاح كده برضو 10 دقايق او ربع ساعه. كلنا عارفين الفطير لازم ان احنا نسيبه طبعا لما كده يرتاح، علشان كل ما هنسيب الفطير يرتاح كل ما هيدينا نتيجه افضل واحلى. وهنا هعمله معاكم واحده تاني، وبعد كده خلاص بقى انا هكمل بقى كل اللي فاضل زي ما انتوا شايفين. زي ما عملنا في الاولانيه هنعمل كمان في التانيه. ما شاء الله طلع معانا الفطير مظبوط، وطلع معانا بجد تحفه جدا اللهم بارك. وهنا هدخل الفطير الفرن، واول ما يخرج نشوفه بقى شكله. وعايزه اقول لكم كمان الريحه تحفه اللهم بارك ما شاء الله. هنا كان الفطير طلع معانا كده زي ما انتوا شايفين جميل جدا جدا، وطلع معانا طري ومورق بجد جميل جدا جدا، ومفيش حد ضايقه الا لما عجبه جدا بامانه. طلع معانا جميل جدا جدا. الخطوه دي مهمه جدا. اول ما يطلع من الفرن الفطير رش عليه سكر بودر، ورش عليه على طول كده حبه من اللبن، زبيب بقى جوز الهند مكسرات اللي يريح. طبعا حابه ان انت اول ما يطلع من الفرن تغطيه شويه وبعد كده تعملي الخطوه دي مفيش مشكله، بس لازم يكون اللبن سخن جدا. في جميع الحالات سبت الفطير شويه وغطيته علشان يطرى، لازم يكون اللبن سخن جدا اللي هيتحط عليه. طلع من الفرن وحطيت له زبيب وجوز الهند وحطيت له سكر، برضو لازم يكون اللبن سخن جدا، يعني لبن مغلي علشان يديكي نتيجة حلوة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده الفطير طري ومورق وبجد تحفة جدا ما شاء الله اللهم بارك. طلع معانا بجد جميل جدا جدا. يعتبر مش مكلفنا كتير، شوية اللبن بيكونوا موجودين في البيت، اكيد زبيب وجوز الهند بيكون برضو موجود في البيت. يعني طبعا بنطلع من رمضان بيبقى فيه زبيب وجوز الهند، ولو عندك شوية مكسرات اي حاجة بقى زداني اي حاجه حابه تضيفيها على الوش براحتك، حابه تحطي سكر ولبن بس جميل جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكله بجد تحفه ما شاء الله، ولونه جميل جدا. الزبده مخليه الفطير بتاعنا بجد تحفه، ولونه من جوه حلو جدا بجد جميل جدا جدا. عملنا احلى فطير. شويه دقيق وميه بدل ما تجيبيه بالغالي اعمليه في البيت باقل التكلفه زي ما انتم شايفين ما شاء الله طري ومورق وجميل جدا جدا. وزي ما انتم شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.